الحصاد الأسبوعي من أفريكا فور بريس، أهلا بكم. أشادت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وذلك في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 23 من سنة 2000. وقد ذكر بلاغ لوزارة الشؤون والخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالالتزام الصادق وبناء. وتعرب المملكة المغربية عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين وعودة النازحين وتسهيل دخول المساعدة الإنسانية بكمية كافية. استنادا على المادتين 192 و 231 من قانون الضرائب، قرر مفتشون الضرائب ملاحقة المتهربين من الضرائب، وذلك لاشتباه في قيامهم بتزوير الفواتير بهدف التهرب من أداء الضريبي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. اختطاف سائحة إسبانية بالجزائر يطرح تساؤلات عن إمكانية الجزائر لحماية الحدود. عميد المنتخب المغربي السابق رومان سايس يرفض فكرة الاعتزال ويعرب عن استعداده للدفاع عن قميص الأسود الأطلس. كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى اليقظة البرتقالي بأن موجة برد وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1400 متر ستهم من يوم الأربعاء إلى يوم السبت عددا من المناطق المملكة. أفادت العديد من التقارير الإعلامية أن أفرادا من ميليشيات البوليزاريو قد قتلوا في غارة شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية أثناء دخولهم منطقة عازلة في بئر الحلو بالصحراء. وذكرت ذات المصادر أن طائرة مسيرة للقوات المسلحة الملكية استهدفت السبت الماضي سيارتين للجبهة الانفصالية بعد دخولهما المنطقة الواقعة جنوب بئر الحلو شرق الجدار الرملي، وأدت العملية العسكرية إلى مقتل 4 من عناصر ميليشيات البوليزاريو. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعربت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها عن قلقها إزاء استقرار السوق الداخلية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية قدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، معتبرة أن الأسعار المرتفعة للعديد من الضروريات الأساسية تلقي بثقلها على ميزانية الأسر المغربية التي أضعفها بالفعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم 224,133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. مستشارون وبرلمانيون يثمنون خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب الذي يكرس حقا ومكتسبا دستوريا. ولاية أمن تطوان تتفاعل بجدية كبيرة مع شريط فيديو نشر على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، حيث يظهر فيه شخص يعنف سيدة وطفلة قاصر بداخل أحد المنازل. نفى المغرب يوم الجمعة أن يكون أحد مواطنيها الذي اعتقل الأربعاء الماضي في مطار فرانكفورت الألماني بتهمة التجسس مرتبطا بأجهزته السرية، واصفا إياه بناشط متطرف صاحب الموقف الكراهية ضد المملكة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مغربي لوكالة فرانس بريس. حسب معطيات أفادت بها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن أزيد من 342,318 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، حيث يظلون المغاربة في الصدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا. أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ووزيرة الخارجية لملاوي نانسي تيامبو عن التزام بتعزيز التعاون بين البلدين على مستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
أعلن السيد حسين الغيلاني مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة داء السيدة عن إصابة 23 ألف شخص بداء السيدة، من بينهم 5% من المثليين و2% من ممتهنات الجنس و7% من الأشخاص الذين يتعاطون الحقن بالإبر المخدرات. كما أكد السيد حسين أن الهدف البرنامج الوطني لمحاربة داء السيدة هو المغرب بدون داء السيدة سنة 2030. ما تنسوش تابونا